أهلا بكم. أنا معاكم في حلقة مختلفة النهاردة، حلقة هتزعل ناس كتير لكن لازم نتكلم فيها. الجواز في مجتمعاتنا العربية بقى فخ عشان الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المؤسسة دي خلتها سجن نفسي لأجيال كاملة. الجواز مؤسسة إنسانية قديمة، لكن الجواز زمان كان مختلف تماما عن دلوقتي. دراسة من جامعة ستانفورد سنة 2023 اتكلمت عن تطور مفهوم الجواز عبر التاريخ. قبل القرن العشرين الجواز في معظم المجتمعات كان عقد اجتماعي واقتصادي، ما كانش في كلام عن حب رومانسي أو توقعات عاطفية كبيرة. الناس كانت بتتجوز عشان تعيش، تخلف، تحافظ على الأرض والميراث. الحب كان بيجي بعد الجواز مش قبله. لكن في القرن العشرين خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية حصل ثورة في المفهوم. بقى الجواز لازم يكون عن الحب الحقيقي والنصف الثاني وشريك الحياة المثالي. وهنا بنعيش سلسلة من الفخاخ الاجتماعية. أول حاجة التوقعات المستحيلة. فكر معايا في التوقعات دي. زوجك لازم يكون صديقك المقرب، زوجك لازم يكون معالجك النفسي، لازم يكون والد مثالي لأولادك، رومانسي طول الوقت، بيحافظ على الانجذاب الجنسي لسنين، وكمان بيدعمك ماديا واجتماعيا وعاطفيا. ده مستحيل، مفيش إنسان واحد يقدر يحقق كل ده. دراسة من جامعة نورث ويسترن سنة 2024 لقت إن 78% من المتزوجين الجدد في العالم العربي بيعانوا من صدمة التوقعات. يعني الصورة اللي كانوا متخيلينها عن الجواز مختلفة تماما عن الواقع. المشكلة مش في الجواز نفسه، المشكلة في التوقعات المجتمع والأفلام والسوشيال ميديا والثقافة الشعبية حوالين مننا زرعتها في دماغنا. تاني فخ الضغط الاقتصادي. في مصر متوسط تكلفة الجواز سنة 2024 بيتراوح من 300,000 ل 500,000 جنيه. طيب تعرف إن الشاب في العشرينات من عمره في مصر محتاج يشتغل من 8 ل 12 سنة متواصلة بدون ما يصرف قرش واحد عشان يقدر يجمع المبلغ ده؟ دراسة من البنك الدولي سنة 2023 أثبتت إن تأخر سن الجواز في الدول العربية مرتبط وبشكل مباشر بالأعباء المالية. متوسط سن الجواز للرجال في مصر بقى 32 سنة بعد ما كان 25 قبل 20 سنة، وللبنات بقى 28 سنة بعد ما كان 22 سنة. والمشكلة مش في التكلفة الأولية بس، ده في السكن والمعيشة وتربية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية. دراسة من جامعة القاهرة لقت إن الأسرة في مصر محتاجة دخل شهري مش أقل من 15,000 جنيه عشان تعيش حياة متوسطة، وده بيخلق ضغط نفسي رهيب على الشباب المقبلين على الجواز. الشاب بيحس إنه فاشل لو ما قدرش يوفر، البنت بتحس إنها عبء على أهلها. الجواز تحول من مؤسسة للشراكة والمحبة لمعادلة اقتصادية معقد. والفخ الثالث هو فقدان الهوية. في ثقافتنا العربية الجواز معناه إن الشخص لازم يتغير وبشكل كامل. البنت اللي كانت مستقلة لازم تبقى زوجة صالحة وأم مثالية، الراجل اللي كان حر لازم يبقى المسؤول اللي يشيل كل الأعباء. والمشكلة إن الجواز في ثقافتنا مش اتحاد شخصين مستقلين، دي عملية دمج قسري بيضيع فيها البني آدم. واحد من أهم أسباب نجاح العلاقات الزوجية حسب دراسة من معهد جوتمان الأمريكي هو الحفاظ على الهوية الفردية. الأزواج الناجحين مش لازم يفقدوا نفسهم بعد الجواز، ممكن يحتفظوا بأصدقائهم، هواياتهم، أحلامهم الشخصية. أما الفخ الرابع هو إن لو أنت شاب في منتصف الثلاثينات وما اتجوزتش، الناس بتبدأ تتكلم، هو في حاجة غلط، شكله كده مش قادر، هو مستني ايه؟ ولو انت بنت وعديتي ال30 وما اتجوزتيش، الوصمة بتبقى قوي، وده بيخلق جوازات فاشلة من البداية، جوازات مبنية على ضغط مش على اختيار حر. واحدة من أهم مبادئ الصحة النفسية هي الاستقلالية في القرار. القرارات اللي بتاخدها تحت ضغط خارجي بتكون أقل نجاحا وأكثر إحساسا بالندم. والجواز تحت ضغط اجتماعي بالظبط بيعمل كده، فقدان كامل للسيطرة. طيب ايه الحل؟ الجواز مش نهاية الرحلة، مش كل حاجة لازم تبقى كاملة ومثالية من أول يوم. الجواز شراكة متطورة بتنمو مع الوقت. توقع الصعوبات مش الكمال، هتكون في مشاكل، صراعات، أوقات صعبة، ده طبيعي مش علامة فشل. دكتور جون جوتمان الخبير العالمي في العلاقات الزوجية عمل دراسة على 3000 زوج لمدة 20 سنة، لقى إن الأزواج السعداء مش اللي ما عندهمش مشاكل، لا، الأزواج السعداء هم اللي عارفين يديروا المشاكل
بس بشكل صحي. فبالتالي لازم تتكلم مع زوجك قبل الجواز. الفلوس، الأطفال، الأدوار، التوقعات، الأحلام والمخاوف. الثقافة عندنا بتعتبر الكلام ده تفاصيل نتكلم عليها بعدين، وده أكبر غلط. اتجوز لما تكون مستعد، مش لما المجتمع يقولك الحياة بتاعتك والقرار بتاعك. لو اتجوزت عشان ترضي أهلك أو عشان تبطل تسمع تعليقات الناس، انت بتدخل في سجن اختياري. فالجواز مش للمظهرة والاستعراض، مش محتاج فرح ب1,000,000 جنيه عشان تكون سعيد. الجواز الناجح هو اللي فيه شخصين مستقلين اختاروا يكملوا مع بعض، مش شخصين ضاعوا مع بعض. احتفظ بأصدقائك، هواياتك، أحلامك الشخصية. شريك حياتك لازم يدعم استقلاليتك وما يلغيهاش. ولو حاسس ان علاقتك فيها مشكلة، روح لمعالج نفسي متخصص في العلاقات الزوجية. ده مش عيب، ده تحرك ذكي لإنقاذ أهم علاقة في حياتك. الجواز مش فخ لو عرفنا نتعامل معاه صح. الفخ هو التوقعات المستحيلة، الضغوط المجتمعية والأعباء المالية اللي خلقناها احنا. الجواز ممكن يكون أجمل حاجة في حياتنا لو بنيته على أسس صحيحة. اختيار حر، تواصل صريح، واقعية، واحترام متبادل. مش كل الناس لازم تتجوز، ومش كل الناس لازم تتجوز في سن معين. الأهم إنك تعرف نفسك، تعرف إيه اللي أنت محتاجه، وتاخد القرار بناء على ده، مش بناء على ضغط مجتمع أو خوف من وحدة أو هروب من مسؤولية. الحلقة النهاردة مش عشان أخوفك من الجواز، الحلقة عشان أقول لك الجواز قرار كبير، خده بوعي. ولو عجبتك الحلقة دوس لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقة جديدة. ويا ريت تشارك الحلقة مع أي حد تعرفه مقبل على الجواز أو متجوز ومحتاج يسمع الكلام ده. واكتب لي في التعليقات إيه رأيك في الجواز، وهل الجواز في مجتمعاتنا بقى فعلا فخ. ونشوفكم الحلقة الجاية، وسلام.